موعد وتوقيت مباراة بيراميدز والجيش الملكي اليوم، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والمعلق في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. لكن قبل ما نبدأ في أي تفاصيل ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد وتدعمونا بلايك للفيديو واشترك في القناة لو انت أول مرة تشوفنا. يفتح استاد الدفاع الجوي أبوابه لمباراة نارية بين بيراميدز المصري والجيش الملكي المغربي مساء اليوم، وذلك ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025، حيث تأهل بيراميدز للمرة الأولى في تاريخه إلى دور ربع النهائي بعد أن احتل وصافة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة خلف الترجي التونسي المتصدر بفارق الأهداف، حيث يسعى الفريق المصري إلى تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه قبل مباراة الإياب في المغرب. ومن ناحية تانية يسعى الجيش الملكي المغربي للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية تسهل عليه مباراة العودة على ملعبه ووسط جماهيره، حيث يدير المباراة تحكيميا الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان. قبل التشكيل ما تنسوش تكتبوا لنا توقعاتكم لنتيجة المباراة في التعليقات. وإليكم الآن التشكيل المتوقع للمباراة كما هو موضح أمامكم بالفيديو. وتنقل المباراة على قناة بي ان سبورت اتش دي 5 بصوت المعلق محمد بركات، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 9 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، 10 مساء بتوقيت السعودية والعراق وسوريا وقطر، 11 مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان. في النهاية ما تنسوش تكتبوا لنا توقعاتكم لنتيجة المباراة في التعليقات. لايك للفيديو لو عجبك واشترك في القناة لو انت اول مرة تشوفنا. شكرا لكم على المشاهدة واشوفكم على خير.